السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه وصفات وشهوات سعد. ولا كنتو اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على زر ابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. اليوم ان شاء الله البنات جبت لكم وصفه طبيعيه سحريه ربانيه، يعني هذه الوصفه بالشيبه لعلاج تساقط الشعر، علاج القشره اللي كتكون في الشعر، العلاج الشعر اللي كيكون دهني، يعني بزاف ديال المشاكل اللي كتكون في الشعر. هاد الوصفه البنات راها كتعالج هذيك المشكل، وفقط درهم ديال الشيبه، درهم ديال الشيبه البنات كتعالج لكم هاد المشكله البنات. شي حاجه اللي رخيصه ولكن المفعول ديالها راه كثيره البنات. بالنسبه للفيديو اللي قبل البنات راني حطيت لكم وصفه ديال الزيت والشيبه البنات اللي عطات واحد الاستحسان كبير عند البنات ووافقتهم. وكاين العديد من الاخوات قالوا لي بغينا وصفه يعني اللي كتكون بدون غسل، يعني غنديروا هذا الشعر ديالنا وبلا ما نغسلوه. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشتركوا مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش البنات تخليوا لي لايك تحت الفيديو وتشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بالجديد. اليوم البنات غادي ندوزو للوصفه ديال اليوم. غادي نحتاجو فيها الشيبه. هاد الدرهم ديال الشيبه البنات ما غاديش نستعملها كامله، غادي ناخذ غير عريش منها. يعني هاد الدرهم راه يعني الخير والبركه، غديروا منها غتعالج لكم المشكل كامل، يعني الشهر ديال المعالجه بغير درهم فقط البنات. غادي ناخذ غير عريش كما كتشوفوا، ولكن الشيبه البنات تكون جديده، يعني ما تكونش ناشفه باش تعطيكم هذاك المفعول اللي كيكون زوين. غادي نقطع منها عريش، هيا ناخذوها بالجذور ديالها البنات، يعني نمشي نحيدوا ليها الجذور، نقطعوها بالجذور ديالها. هيا كما كتشوفوا. واخا البنات هاد الشيبه راه فيها كيكونوا فيها ديك الصفوريه وهذه كنحيدوهم ما كنخليهمش. الفيديو اللي قبل البنات درت لكم وصفه بزيت الزيتون او زيت نوار الشمس، يعني وعطات واحد الاستحسان كبير، ولكن العديد من الاخوات قالوا لي بغينا وصفه يعني بدون غسل نديروها بلا ما نغسلوا الشعر ديالنا، ولكن في نفس الوقت تعطينا النتيجه اللي هي زوينه. راني البنات غادي نحطها معكم اليوم. كما شفتوا هاد الشيبه خديتها البنات وغسلتها، كنغسلوها غير بالماء بارد، ما كنغسلوش بالماء سخون باش حيدنا ديك الدواء ديالها وديك الطريبات اللي كيكونوا فيها. يعني نغسلوها غير بالماء بارد من الاحسن. اذا درنا لها الماء سخون راه كيمشيو الفوائد ديالها. غادي ناخذوا الماء اللي كيكون طيب بزاف البنات، والماء اللي كيكون طالق السبوله، ولا كنشدوها هي نيت كنديروها في شي كاسرون حتى كيطلق لينا، حتى كتطلق الغليه ديالها وكنطفوا عليه. انا البنات بعد ما خديت كاس ديال الماء اللي خليته حتى كيغلى مزيان وكيطلق السبوله ديالو كيف ما كتشوفوا، او كيطلق الفوار ديالو، كنزيدوه على هذيك الشيبه ديالنا. كناخذ كاس اللي كيكون مملوء وكنحاول ندخلها هنايا، يعني كنخليو هذيك الماء اللي كيكون مغطي لينا الشيبه، الماء مغطي الشيبه. ولا من الاحسن البنات اللي بغى يستعمل البنات يديرها في شي كاسرونه ويخليها حتى كتطلق الماء ديال حتى كتغلى، تطلق الغليه الاولى وكنطفيو عليها ونخليوها ترتاح على خاطرها. انا ما استعملتهاش البنات، خليت غير الماء حتى طلق مزيان وطلق الفوار ديالو بحال غتعمروا فيها اتاي، يعني ما كنخليوش كنديروها حتى كيطيب البراد هذا كنخشيوها فيه، يعني هذا كطلق لنا ديك الفوائد ديالها وديك الريحه ديالو ديك النسمه. داكشي اللي غادي ندير البنات، غادي نخليها. بالنسبه للكيسان البنات ديال الماء درت جوج كيسان ديال الماء، يعني الوصفه سهله، يعني ما غاديش نحتاجوا نقول لكم ديروا اطرو ديال الماء ولا جوج اطرو ديال الماء، غير كل مره ديروا جوج كيسان راهم كافيين. شي قريعه اللي كتكون صغيره نص اطرو ولا قل من نص اطرو، قريعه ديال سبيراي كافيه اللي غادي نستعملوا. كما قلت لكم البنات غادي نخليها تقريبا ليله كامله، يعني 12 ساعه ليله كامله، نديروها في الليل ونستعملوها في الصباح، ولا نديروها في الصباح ونستعملوها في الليل، يعني ليله كامله حتى كيطلق لنا ديك الشيبه كتطلق لنا في مع البعض ديالها. كنغطيوها وكيبان لكم حتى الماء البنات بدا كيتلون فيها، يعني داك الشيبه بدا كتطلق لنا بديك الصفوريه ديالها. ومن بعد كنديروها في شي قريعه ولا سبيراي من الاحسن، ولا قريعه ديال الزجاج يعني اللي متوفر عندكم، وكتبقاو تشقوا بها الشعر ديالكم في الليل ولا بالنهار ولا وقت اللي بغيتوا البنات. من الاحسن ديروها في الليل، يعني كيكون النمو ديال الشعر كيكون في الليل. من الاحسن ديروها في الليله البنات، ومع الصباح راه كتحسوا بالشعر ديالكم بدا كيقوى. النتيجه البنات كتبان لكم من الاسبوع الاول، من الاسبوع الاول كتبان لكم النتيجه اللي هي زوينه بزاف.
بالنسبه للخصائص ديال البنات والفوائد ديالها، كتعالج لنا تساقط الشعر، كتعالج لينا الخلفيه ديال الشعر اللي كتكون الخوي ديال الشعر، كتعالج القشره، كتعالج. هاد الوصفه البنات راها زوينه بزاف، نتمنى منكم تجربوها. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو وصفه ديال التجميل بالنسبه بالشيبه، راني غنحط لكم وصفه ديال البشره، يعني كتنقي البشره وكتعالج ديك المشاكل اللي كتكون في البشره. يعني هاد الدرهم ديال الشيبه راه غادي كنخرجوا منها بزاف ديال الفوائد للجسم. وكذلك البنات الوصفه ديال الحكه اللي طلبوني على وصفه ديال حكه المهبل، راه غادي نحط لكم وصفه ديال حكه المهبل. غير بقاو تبعوني وما تنساوش البنات تخليوا لي ابوني، يعني اي وصفه حطيتها راه غتطلع لكم في صندوق الوصف، يقول لكم راني حطيت هذيك الوصفه، دخلوا تفرجوا فيها. وما تنساوش كذلك تخليوا لي تعليق تحت الفيديو بانكم راك جربتوا الوصفه. هاك كما كتشوفوا البنات انا دابا كنهضر ونمشي للفيديو، وفي نفس الوقت كنشوف الماء بدا كيتغير يعني في نفس الوقت، وكتشموا حتى الريحه ديال الشيبه، ريحتها راها زوينه بزاف. وكتحسوا بواحد الراحه من كديروها في الشعر ديالكم، كتحسوا بواحد الراحه، واحد خصوصا الا درتوا واحد المساج كديروا هذا الشعر ديالكم وكديروا واحد المساج كتحسوا بواحد الراحه للشعر ديالكم. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده للجميع. وشكرا لكم كذلك على المتابعه حتى الاخير، وفي فيديو جديد ان شاء الله. وملاحظه البنات بالنسبه لهاد الوصفه، قطعت الفيديو وعاود كملته. ملاحظه البنات هاد الماء كيبقى تقريبا اسبوع في الشعر، في اسبوع ما ديروش في الثلاجه الحال بارد، يعني بلا ما ديروه كتبقى اسبوع في ديك القريعه او في السبيره اللي كنستعملو، كيبقى فيها مده ديال اسبوع. ومن بعد كنشدوه، يعني كنشرو غير درهم ديال الشيبه راها كافيه باش تبقاو كل مره ديروها، يعني ما عندها حتى شي عندها فوائد كثيره. وبالنسبه لهاد المحلول البنات يمكن لكم ديروه حتى السبيراي الوجه ديالكم، سبيراي الوجه ديالكم البنات، يعني ماشي غير الشعر، ديروا حتى الوجه ديالكم واليدين ديالكم والعنق ديالكم. وشكرا لكم كذلك على المتابعه حتى الاخير، وفي فيديو جديد ان شاء الله.